السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العرشية تعليم الخياطة، مرحبا بكم في كل مكان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن شاء الله النهاردة على بركة الله حابة أعمل لكم موديل اللي انتوا شايفينه في الصورة ده، موديل سواريه كده وبسيط جدا، وكمان إن شاء الله النتيجة بتبقى حلوة وسهلة. أنا هستخدم معاكم وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم. انا هستخدم معاكم باترون بنسة الجنب، وانت لو مش عايزاها تستخدميه ممكن ما تستخدموهوش وتعمليه باترون عادي، ولكن هيبقى من غير اضافات على المقاس، ويستحسن ان الاقمشة تكون مطاطة بيدي نتيجة احسن. تمام كده؟ اذا ده الامام اهو وده الخلف. انا هعمل لكم الباترون سهل جدا، وهنشوف ده الامام وده ايه الخلف. وانا مش هقص بقى المرة دي، هخلي الموديل زي ما انتم شايفينه كده اهو، ما هوش مفصول من الوسط، كله على بعضه. هاخد الاول اللي فوق وبعد كده اللي تحت اللي هو الخلف. تمام. هنيجي هنا بالنسبة للامام اهو زي ما احنا شايفين الموديل بتاعنا جاي من فوق، من هنا من عند الكتف. خدي نص المسافة كده، تمام كده، وانزلي بيها اللي هو بخط يعني ايه بالمثلث كده، بخط مايل في حدود مثلا 10 سنتي. تعالوا نشوف الناحية التانية علشان هنعمل فيها ايه. هنيجي هنا علشان عايزين نعمل الحتة دي اللي هي عاملة زي الكب ولفة كده على طول. بتاخدي من عند نقطة الرضاعة كده، بتطلعي مثلا في حدود 8 سنتي، ولو حباها متغطية طلعي 10 يعني اهو بالشكل ده. وتعالي خديها. احنا بقى الباترون ده لما جيت اعمله معاكم كان فيه زيادة 4 سنتي، انا هشيله. فهشيل سنتي من هنا من على الجنب ده، وسنتي من الجنب ده. بالنسبة للامام بيبقى كده 2 سنتي، والخلف زي كده. يبقى كده انا شلت ال4 سنتي اللي كنت ضايفاهم على ايه، على الصدر، على دوران الصدر. وكده بقى الباترون مقاسات بدون زيادة. هنا بقى هعمل ايه، هاجي من النقطة اللي انا عملتها انزل من نقطة الجيرو كده في 2 سنتي، لان هو نازل تحت الجيرو زي ما احنا شايفين. وهوصل كده بالشكل ده اهو، واخدين بالنا. اذا ده النهاية، لانه ده هقفله. هقفل البنسة دي على القماش، على القماش، وهعمل بنسة هنا كمان هقفلها على القماش. يعني هنعمل تغيير شوية على البرنسيس. هنقفل على القماش علشان الباترون بنسة الجنب الميزة الحلوة اللي فيه انك ممكن تقفليها على القماش، خاصة لما يكون مشجر مش باين، وتديكي برضو تجسيمة حلوة. والبنسة اللي فوق دي علشان الكب ده ما يبقاش ايه، ما يبقاش واسع، يلمه شوية كده في حدود 1.5 سم او 2 سم زي ما تحبي. كملي بقى لغاية الحتة اللي نزلنا فيها من 10 ل 11 او 15. اما اشوف كده انا نزلت قد ايه. لا، هنا انا نازله 15 سم، نازله 15 سم. وهاجي اعمل كده. انت بقى خديها على حسب المقاس بقى عندك، مش رقم ثابت. انا هنا نزلت 15 سم، فده هيبقى مثلث مش هيبقى مظبوط. ادخلي كده من النص كده حوالي 2 سم ونص او 3 سم، وخديها كده على ايه، على ما فيش الناحيه دي عشان يبقى تظبط معاكي. واللفه التانية من الناحيه التانية كده اهو، يديك الشكل اللي ايه اللي في الصوره. اذا ده خلاص استغنينا عنه عشان يدينا اللفه اللي احنا شايفينها كلها كده على بعضها اهي بالشكل ده. هتقلها لكم اهو بالشكل ده. تمام كده. وهنا بتظبطي اللفه تديكي الموديل اللي انت شايفاه في الصوره. خلاص كده سهله خالص. هنيجي هنا بالنسبه للبدس الوسط، انا هشيلهم خالص، هحذفهم من فوق ومن هنا، من الجزء على الكورساج ومن تحت. هدخل كده بال3 سنتي سواء من هنا او من هنا، وابتدي لما اجي اعمل البنسه دي اخد منها السنتي، ابتدي ايه اعمل بالشكل ده، بحيث ايه انه القماشه تبقى واخده. بس طبعا ما تعمليش زوايا هنا، لفي بيها كده وانزلي بيها لغايه هنا.
اهي فوق الارداف شويه، والناحيه التانية بنفس الطريقه اهو كده اهو. بتطلعي المهم بتاخدي 3 سم دي سواء من هنا او من هنا، طبعا مفيش زوايا زي ما اتفقنا، وبتنزلي بيها بحيث اللي تعمليه هنا هتعمليه هنا بالظبط اهو بالشكل ده. يبقى احنا كده قسمنا، ودول خلاص كأنهم مش موجودين شلناهم. طبعا عايزه اعمل القصه اللي تبقى من الناحيه دي كلها مشجر، كل الحته دي كلها هتبقى مشجره، وهنا هتبقى اسود. تمام. هعمل ايه بقى؟ هاجي من عند الوسط من هنا، وهاجي هوصلها بالحته دي. طب هوصلها بالحته دي ازاي؟ هنا بقى ده خط النص بتاع الجزء اللي تحت، هاخد يعني تقريبا نص المسافه. اذا خط الركبه ده هاخد نص مسافته، واطلع منها يعني مثلا في حدود 15 سنتي اهو. هطلع كده اهو لفوق في حدود 15 سنتي، وبعدين اجي اجيبها من هنا. طبعا لما تجيبيها لفه كده بتقومي عامله ايه؟ مثلا طالعه من خط الارداف يعني في حدود مثلا 6 سنتي او حاجه بالشكل ده كده، 5 سنتي، وتعالي ايه خديها كده وتكملي عليها بالشكل ده باي طريقه انت شايفاها، يعني كانك بترسمي الحاجه اللي هي موجوده قدامك بالظبط. اذا كل ده وهنزل بيها لتحت اللي هو القماش المشجر، ولسه كمان هنوسع له لان الفستان زي ما انتم شايفين هيبقى واسع. تمام. اذا ده الجزء ده كله، كل ده كل اللي معانا ده هيبقى ايه؟ اللي هو القماش المشجر. تمام. معلش انا بعمل كده عشان تتخيلي الموديل، يعني كده اهو الحته دي كلها هتبقى ايه؟ القماش المشجر، طبعا مع التوسيع. وده هيكون الاسود، ده اللون الاسود اهو، ده كله الاسود اللي هو ده اللي انا مش مشجراه. طبعا عشان لما اجي اوصل ده بده لسه في حاجه هعملها. هاجي هنا من عند الحته اللي انا طلعتها 15 سنتي، واجي انزل بيها بحيث ان انا انزل على خط نص اللي هو الركبه، وانزل بيها كده لتحت. ليه؟ علشان في هنا بالشكل ده في حته بتبقى فاضيه هنا، دي اللي هي اللي باينه الرجل منها. اذا ده المشجر والقطعه دي كلها اسود، ولكن هنا فيها توسيعه. اوسع من عند اللي هو فوق الارداف بشويه كده، وانزل بيها توسيعه 15 سنتي 20 سنتي، المهم توسيعه ايه؟ على حسب برضو ما انت حابه الوسع قد ايه. هي واخده توسيعه شويه، اذا دي هنضمها على ايه؟ على الحته اللي مشجره. وطبعا من هنا هتطلعي حوالي 3 4 سنتي او اكتر او اقل حسب ما انت شايفه الخط ده. بتقيسي الخط ده وبتشوفي المفروض نطلع منه قد ايه، وبتطلعي يعني في حدود من 15 ل 20 سنتي، بيبقى معاكي واسع قوي. زي ما عملنا هنا هنعمل في الناحيه التانيه، علشان كمان هنعمل في الخلف عشان يدينا توسيعات. ممكن من الخلف كمان نوسع اكتر، وهنشوف هنعمل ايه لو حابين نوسع اكتر نعمل ايه. هديكوا الاحتمالات كلها، لانه في ناس ما بتحبش التوسيعه خالص اللي هي تبقى واسعه قوي، في ناس عادي يعني. اذا المشجره دخلت فيها التوسيعه اهي، كل الجزء ده هيبقى مشجر. وهنا بقى تقدري تحطي الكلفه. بس في حاجه مهمه، اعملي الركورات العلامات دي، عشان انا مش عايزه اعمل الاسود قطعه كامله من تحت فهيبقى تقيله مع بعض. انا هثبتهم مع بعض بخياطه من هنا، وهيبقى مثلا زايده 2 سم بس من هنا اثناء القص. والركورات دي هتوضح لي انه دي العلامات اللي هي ايه، تبقى مظبوطه مع بعض لما اجي اجمعها. لما تيجي تحطيها على القماش انقلي الركورات دي، عشان لما عندك ما تيجي تجمعي يبقى بالنسبه لك سهله. وبعد ما بتجمعيهم انت بتحطي بقى ايه؟ بتحطي اللي هو الدانتيل او اي حاجه شكلها حلو كده يفصل الخط اللي انت مخيطاه ده. تمام كده؟ ده بالنسبه للامام. وهقص قدامكم اهو علشان تتخيلوا الشكل اهو. اذا ده كله هيبقى موصول مع بعضه بالشكل ده، علشان
هنشوف هنا لما تيجي تقص هنا بالنسبه للبنسه، قص كده، اقفليها الاول وارجعي افتحيها تاني، لانك هتخيطيها على الايه، هتخيطيها على القماش عادي، او لو عايزه تصرفيها بتقفليها وبتفتحي خط البنسه التانيه. بس احنا كل مره بنصرفها، خلينا المره دي نعملها على ايه، على القماش اهو. بتقصيها كده اهو، تمام. وبما انها على القماش فانا هفرغها عشان ارسمها على القماش، تمام كده اهو. هفرغها عشان ارسمها على القماش. وهنا نفس الكلام، اي بنسه زي ما اتفقنا بنقوم عاملينها كده علشان لما نيجي نقص يبقى القص بتاعنا مظبوط. اي زياده ننقلها برضو على القماش، تمام كده. وهفرغها علشان برضو اقفلها. هقفل من هنا وهقفل من هنا، هتمسك شويه القبض هيظبط معاكي، واذا كان في اي زياده هيلمها، ميبقاش في عبعبه ولا حاجه. وهقص كده عادي. وزي ما اتفقنا لما بنيجي نحط على القماش بنراعي ايه، بنراعي الوش والظهر في الموديلات اللي بيبقى ايه، اللي بتبقى فيها اختلافات زي كده، تمام. بنراعي الوش من الظهر لما نيجي نحط. طيب انا بقى هقفل دي كمان وهقصها علشان ما تبقاش معايا فيها دروب على القماش يعمل لنا زياده او نقصان، تمام كده. اعملي كده وقصي على الخط التاني اللي انت عاملاه بعد ما ضيقت السنتي، لان السنتي معناها من هنا ومن هنا ومن هنا معناها 4 سنتي، فال4 سنتي برده كتير مش قليل. نلاحظ الحته دي. طبعا ده هقص كده عشان هفصلهم من هنا كده. الفستان ما عملناهوش من الوسط، ما فكناهوش من الوسط، بس هنيجي هنا هنعمل كده. طب لو انت حباه زياده طبعا هنا، علشان انا لما جيت بوسع ما بوسعش بقى بال20 سم والكلام ده، انا بوسع كده لغايه الورق اللي معايا. انتوا طبعا هيبقى فيه ايه فرق. الحته دي اللي زياده نشيلها، تمام كده. كده بقى ايه، دي الحته اللي هي باللون الاسود، شايفين؟ بصوا معايا اهو، ده هتوصليه كده وكده فيديك البروز اللي انت عايزاه ويمسك الحته اللي فوق. ودي لما تيجي تعملي الديكورات دي وتحطيها على قماش، دي هتحطيها على طبقه واحده قماش ودي على طبقه واحده، لانه ده طبقه الامام، عشان لما تيجي توصليهم ببعض توصلي على الديكورات تسيبي بس انت من هنا اللي هو 2 سم، وتسيبي سماحات الخياط عشان لما تيجي تركبيهم على بعض كده اهو يتخيطوا ويبقوا ايه، مظبوطين متخيطين. ومن تحت زي ما انتوا شايفين. حابه مثلا توسعي اكتر اعملي خط هنا، اعملي خط كده اهو. يعني مثلا انت حابه التوسيعه تبقى اوسع من كده، انت تقدري تعملي كده، بس بحيث ان دي ثابته والثانيه هي اللي متحركه، واطلعي بيها كده لغايه الاخر. لما تحطيها على القماش دي تثبتيها ودي تحركيها، فهيديكي توسيعه كمان اكتر، تديكي الكلوش اللي انتوا شايفينه ده، سواء من هنا او من هنا. المهم دي تبقى ثابته وناحيه الجنب هي اللي تتحرك، واخدين بالنا. وهنعمل كده في الخلف، هنعمل كده في الخلف. وهنا كمان برضو تقدري توسعي، خلي دي ثابته ودي الجنب اللي بتتحركيه يوسع، فلما هيوسع من هنا ويوسع من هنا هيديك الايه، الكشكشه اللي هي كتيره دي، واخدين بالنا. ده لو حبيتي تزودي يعني في اللي هو في ديل السمكه من تحت ممكن تزودي كده عن طريق انك توسعي، تمام كده. ده بالنسبه للامام اهو زي ما شفنا اهو بالشكل ده. حابه يبقى عادي التوسيعه العاديه البسيطه اللي هي موجوده تعملي بالشكل ده وتركبيها ويبقى فوق زي ما هو كده، تمام. طب تعالوا نشوف الخلف. الخلف برضه بسيط ما فيهوش حاجه يعني. الخلف زي ما احنا اتعودنا. تعالوا نشوف هنا ده خط النص اهو، وهنا فوق زي ما اتفقنا بتدخلي بالنص. اي حاجه هتعمليها في الخلف في الامام على الرقبه هيبقى ايه،
زي بعض. نغير اللون كده عشان اللون ده شكله شحط اهو. بصوا هناخد من النص كده، وتنزلي برضو بالرقم اللي احنا نزلناه، عشان ده عشان كبير. شايفين اهو، بتنزلي بالشكل ده على شكل قائم كده، وبتيجي من هنا بتاخد السنتي الزياده ده اللي قلنا عليه، والسنتي الزياده اللي هنا لازم يتشالوا، وتنزلي برضو ب2 سنتي من تحت، لانه ده هيتركب على التاني. وتراعوا لما تيجوا تعملوا، تراعوا ايه، تراعوا المسافات، تراعوا ازاي تحطيها على القماش ويبقى مظبوط، الاكتاف مظبوطه مع بعض. خلوا بالكم الحته دي. هنا تدخلي 2 سم ونص برضو، وبتاخديه بميل بالشكل ده علشان بالظبط زي ما احنا عملنا فين في الامام، بس الخلف مختلف. الخلف هنا دي سوسته، دي سوسته، فانت هتفتحي لغايه تحت الوسط ب7 سم تقريبا، دي هتفتحيها. اذا مرد سحاب، ده مرد سحاب طبعا 2 سم ماشي بيقضي، والباقي من تحت بقى بتخليه عادي، بتقفليه بالشكل ده او توسعي منه علشان يدي كلوش اكتر. زي كده برضو بالنسبه للخلف، يا اما دي خياطه، يا اما تخيطيهم خياطه على القماش، يا اما ايه، يا اما تطلعيهم من الجنب. فانا كده مثلا طلعتهم من الجنب تمام. لو حابه اعمل بنسه هنا صغيره علشان تلم الحته دي برضو نعملها اهو، نعملها برضو حلوه، انها ما بتخليش فيه زياده في الكتف. دي 2 سم برضو، وبتعمليها على القماش، بتلميها بتخيطيها على القماش. من هنا برضو ايه بتطلعي بالشكل ده اللي هو 3 سم بتاعت البنسه، يا اما بتخيطيهم، يعني قدامك احتمالات ماشي. وزي ما عملنا هنا هنعمل هنا في التوسيع الناحيه دي، وهقول لكم حاجات تانية لو حابين توسعوا اكتر في الموديل ده بالظبط كده. مثلا برضو اللي هو لو دخلت مثلا وسعتي 15 هنا، توسعي 15 هناك بنفس الطريقه. والكلام ده في الامام والخلف في التوسيع، سواء من الجنب من فوق جبناهم من فوق فوق الارداف شويه، او ايه، او من تحت وعملنا اللي هو الشكل ده تمام. طيب كمان انت لو حابه توسعي شويه من هنا، انت ممكن تعملي خط، ممكن تعملي خط كده اهو، وتفتحي وتوسعي. طبعا احنا كده كده هنقص مكان السحاب، هقصه قدامكم عشان تبقوا عارفين. ده برضو حاجه تانية في التوسيع الاكتر، لو حباها اكتر، لو حباها اكتر، مش ان دي حاجه اساسيه انك تعمليها. طيب هاجي هعمل ايه، هقص الباترون ده علشان موديل سهل وبسيط ممكن تنفذيه. هنا برضو هاجي ان انا هقص على ايه، على السنتي اللي داخل جوه. هاخد السنتي اللي احنا ايه دخلنا بيه جوه، وهظبطه مع خط الايه مساحه الزيرو. وهنا نفس الكلام، هقص بنستي بالطريقه دي، هفتحها كمان لو حابه ان انا افتحها عشان ارسمها على الباترون والمها تاني على القماش. ما تقصيش القماش، انت تقصي الباترون عشان لما تيجي تعملي علامات على القماش تقفليها على القماش، واخدين بالنا؟ عشان في لسه مبتدئه ممكن تقوم قصه القماش مش هيبقى حلوه. هنا بقى ايه، بقص برضو نفس الاكتاف عشان لما اجي احطها على القماش احطهم متساويين مع بعضيهم، يبقى الكتف ده مع الكتف ده، وراعي الوجه والظهر من القماش. هنا بقى هسوي كده بقى بالشكل ده، بعد ما نزلت خط السنتي انزل بيها ايه لتحت، من غير ما اعمل الوسط ولا حاجه. انا هفتح بس اللي هو سوسة السحاب العادي، بس الوسط متواصل مع الجزء اللي فوق مع الجزء اللي تحت، واخدين بالنا؟ هنا طبعا لازم يتقص برضو زي ما احنا شايفين
لغايه الريكور هيبقى سحاب والباقي عادي تحت. شوفوا بقى هنا اهو هيبقى بالشكل ده كده اهو بالشكل ده. وتحت هنا لو حابه انت توسعي هنا شويه بتقومي قصه لا فوق وبتوسعي. ده في حاله ايه؟ في حاله ما انت عايزه الموديل يبقى من تحت اوسع كمان اكتر اهو بالشكل ده. ده بتثبتيه وده اللي بتحركيه. يبقى كده انت ايه؟ عملتي الكلوش اللي تحت الزياده قوي دي. تمام. طب افرض انت عايزاها طويله من ورا واللي هو ايه من ورا اطول من الامام، انت بتنزلي من تحت. لو انت حباها كده بتنزلي من تحت مسافه الطول الزياده اللي انت عايزاه وبتاخديها ايه؟ بتاخديها لفه كده وبتاخديها لفه كده. في الحاله دي هتلاقيها جايه بديل لورا طويله شويه. تمام. بس هو ده درس النهارده. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.